رائحة الفم الكريهة البغيضة جدا بشكل لا يضاهى ولا يجارى ولا يحتمل ولا يطاق. هنالك مجموعة من الأسباب، بعضها يتعلق بنظافة الفم فيما يتعلق بالأسنان أو تسوس الأسنان، والبعض الآخر يتعلق بأجزاء معينة من جهاز الهضم فيما يتعلق بالمري، خصوصا الأشخاص الذين يعانون من الارتجاع المعدي المرئي لحمض المعدة، والبعض الآخر يتعلق بالأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الغليظة، والبعض الآخر يتعلق بنوع الطعام الذي تأكله، خصوصا الأشخاص اللي يأكلوا البصل أو الثوم، والبعض الآخر يتعلق بعادات تناول الطعام، يعني يتناولون الطعام حتى التخمة من ثم ينامون، فهذا يؤدي إلى ظهور رائحة كريهة بغيضة جدا. أو الأشخاص الذين يأكلون السكر بكميات كبيرة، هذا يؤدي إلى حالة من التخمر ويؤدي إلى كثرة الغازات ورائحة الفم الكريهة البغيضة. لكن أتكلم عن حالة محددة ولها علاجات متنوعة إذا كانت هنالك رائحة فم كريهة جدا جدا جدا، وأيضا ظهور اللون الأبيض في تجويف الفم أو داخل تجويف الفم، وأيضا يضاف لهذا الأمر ظهور بقع وأيضا بثرات تحمل لون رمادي محمر أو أحيانا أسود، وفي مجمل الأحيان يكون أبيض، فهي تعبر عن عدوى فطريات وعدوى طفيليات أو يكون السبب فيروسي. فننصح بهذه الحالة في دواء يسمى بالنستين من الصيدلية، بإمكانك أن أنت تأخذه، وفي دواء آخر من مجموعة مواد عضوية طبيعية بإمكانك أن أنت تجرب هذه الطريقة. هي عبارة عن المضمضة بزيت القرنفل قبل النوم وعند الاستيقاظ من النوم، وعدم بلع الزيت بعد المضمضة. يتم المضمضة لمدة 3 دقائق مع التبديل في كل مرة. نفس الطريقة يتم التجريب بها على زيت القنفذية، زيت رهيب جدا يعطي رائحة الفم رائحة طيبة ومنكهة، وأيضا يعالج السبب. وأيضا بإمكانك أن أنت تستخدم زيت البابونج كما الطريقة فيما يتعلق بالقنفذية، وأيضا فيما يتعلق بزيت القرنفل قبل النوم وعند الاستيقاظ من النوم، يساعد بشكل كبير على التخلص من رائحة الفم الكريهة البغيضة. الأمر الآخر، لا تأكل ثم تنام، وحاول قدر الإمكان الإبكار بالعشاء، يعني عدم تناول العشاء بفترات متأخرة ومن ثم النوم، لأنه يؤدي إلى حالة من ارتجاع المعدة المرئي وأيضا ظهور رائحة فم كريهة. وحاولوا عدم تناول السكر قبل النوم، لأنه يؤدي من حالة في الجهاز الهضمي إلى حالة من التخمر، يؤدي إلى كثرة الغازات وأيضا الانتفاخ وأيضا رائحة الفم الكريهة. وحاولوا قدر الإمكان الابتعاد عن المشروبات الكحولية والمشروبات الغازية، لأنها تؤدي أيضا إلى ظهور رائحة الفم الكريهة البغيضة. جربوا الطريقة السابقة التي ذكرتها لكم، وأتمنى لكم الصحة والعافية وراحة البال، والسلام عليكم.